بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. النهاردة يا جماعة هنعمل لكم صينية سمك بلطي سنجاري، حاجة عظمة جدا. مكونات يا جماعة: معانا مستردة وبرتقان وليمون يا جماعة وملح، بهارات سمك، ومعانا صلصة 4 فصوص توم، ومعانا ربع كوباية زيت وخضار. نبدأ يا جماعة كده، بسم الله. معانا طماطمية كبيرة هنقطعها زي ما انتم شايفين كده، قطع صغيرة. هنحطها في الخلاط يا جماعة. معانا نضيف عليهم 4 فصوص توم، وهننزل يا جماعة ببهارات السمك والملح والفلفل الأسمر. التتبيلة بتاعتنا يا جماعة النهاردة حاطين فيها برتقان، حاجة مش طبيعية. ومظبطين الصينية بشوية تحبيشة كده، يا رب على الجمال. ضفنا يا جماعة الصلصة معانا. هننزل بربع كوباية الزيت، وكمان يا جماعة نعمل لكم شوية رز صيادية، حاجة جميلة جدا. هننزل بشوية الخضار. طبعا يا جماعة احنا جبنا، هننزل بقرن فلفل حامي أو بارد يا جماعة حسب الرغبة، يعني حاجة بسيطة كده. لو تحط شطة علشان لو عندك أطفال صغيرين ولا حاجة. طبعا النهاردة التركية بتاعتنا يا جماعة عصير برتقانة كبيرة، هنعصره كويس كده يا جماعة في الخلطة. طبعا جبنا 4 سمكات كبار، وسط كده يا جماعة، مش كبير ولا صغير. فتحناهم من الظهر ونضفناهم كويس. طبعا أنا بستخدم في النظافة، بنستخدم فرشة معجون الأسنان، بصراحة بتنضف كل أي حاجة في السمك، بصراحة بتبقى عظمة جدا. جايبينهم مخصصين للسمك بس. طبعا نقعناهم في مية بليمون. هنضيف دلوقتي عصير ليمونة كاملة. أنا بصراحة يا جماعة من عشاق السمك، علشان كده تلاقيني دايما ببدأ في السمك. وبفضل بصراحة الطريقة دي في السمك، بتبقى خفيفة، يعني أفضل من السمك المقلي يعني عشان الزيت، وكمان صحي. هنضيف دلوقتي المستردة. مستردة يا جماعة مع عصير البرتقال بيودي صينية السمك في حتة تانية خالص. ياريت كلكم تجربوها وتكتبولي في التعليقات ايه رأيكم فيها بصراحة. هنبدأ نضرب كل المكونات دي مع بعضها كده كويس. طبعا يا جماعة اللي احنا بنعمله ده هنتبل بيه السمك بتاعنا، وكمان هنتبل بيه البصلة والطماطماية اللي احنا هنفردهم في أرضية صينية السمك السنجاري بتاعنا النهاردة. هنقطع طماطماية كده كبيرة، هنقطعها جوانح كده يا جماعة. يا ريت يا جماعة كلنا نصلي على النبي في التعليقات، وتدوس لايك واشتراك. الناس اللي مشتركتش يا جماعة يا ريت الكل يشترك، علشان عايزين نكبر ونعمل عيلة كبيرة على اليوتيوب بفضل دعمكم لينا. هنقطع طبعا بصلاية جوانح كده. طبعا زي ما انتوا عارفين يا جماعة، أكل البيت بيبقى أنضف من المحلات ومن الشوارع، أنضف بكتير، وكمان موفر واقتصادي. وطبعا انتوا عارفين الغرض من القناة بتاعتنا إن احنا بنعمل كل ما هو اقتصادي وموفر وكمان على قد الإيد. طبعا انتوا عارفين يا جماعة إن الدنيا غالية وكل حاجة بقت غالية. ربنا يرفع عننا الغلاء والوباء، ويحفظ يا رب شعب مصر من كل مكروه وسوء. طبعا أنا عملت ميكس يا جماعة، حطيت فلفل حامي مع فلفل بارد، بس طبعا عندي أطفال صغيرين فبراعي حتة الشطة دي. طبعا شوية الخضرة هنضيفهم، هننزل عليهم يا جماعة. طبعا معانا صينية يا جماعة، نضيف بس رشة زيت صغيرة في الصينية نفردها. وهننزل بشوية من التتبيلة بتاعتنا اللي احنا ضربناهم في الخلاط. وهنبدأ نقلب كل المكونات دي ببعضها كويس، علشان كلها تتشبع من التتبيلة وتاخد نفس طعم السمك، نفس تتبيلة السمك اللي معانا. هنبدأ نفرد كله ده في الصينية كويس كده زي ما انتوا شايفين. التتبيلة يا جماعة دي حوار، دي أفضل من السمك نفسه. نفرد كده كويس. دي الأرضية اللي احنا نحط عليها السمك. هننزل بالسمك بتاعنا كده في الصينية. شايفين يا جماعة السمك متنضف ازاي؟
طبعا انا زي ما قلت لكم، احنا فتحنا السمك من الظهر ونضفناه كويس بفرشة الأسنان. بصراحة يا جماعة بتنضف كويس جدا، ما بتخليش أي زفارة في السمك. طبعا نقعنا السمك في مية بليمون. رصينا يا جماعة السمك بتاعنا في الصينية كويس، هننزل عليه بالتتبيلة بتاعتنا، وهنبدأ طبعا نعمل السمك مساج عشان نضمن إن التتبيلة توصل لكل جزء في السمك. السمك السنجاري يا جماعة زي ما قلت لكم، أنا بفضل السمك سنجاري عن المقلي، علشان موضوع الزيت بيبقى صحي أكتر، يعني ما بشربش زيت زي السمك المقلي. هنبدأ نعمل مساج للسمك بتاعنا كده علشان نضمن إن التتبيلة توصل لكل مكان في السمك. كده يا جماعة ضمننا إن التتبيلة وصلت لكل مكان في السمك. طبعا معانا ليمونة جميلة متقطعة شرايح كده، هنوزعها على وش السمك من فوق وش الصينية. طبعا يا جماعة الفرن على درجة حرارة 220 درجة، درجة عالية جدا. ندخل السمك بتاعنا ونبدأ كده يا جماعة نعمل شوية رز صيادية جامدين جدا. معلقة زبدة على معلقتين زيت. طبعا حطينا الزيت يا جماعة علشان الزبدة ما تتحرقش مننا. جاهزين معانا بصلة متقطعة جوانح كده صغيرة، هننزل بيها في السمنة بتاعتنا، ونبدأ نقلب البصل يا جماعة لحد ما تدينا اللون الذهبي الجميل اللي احنا بنحبه. طبعا في الرز الصيادية عموما بنبقى محتاجين ان الرز بيبقى مايل للون البني كده شوية، فبنبدأ ندوس عليه في التحمير سيكة صغيرة كده، سنة صغيرة. بس مش معنى كده يا جماعة ان احنا نحرق البصل يعني. كده وصل للون الجميل اللي احنا محتاجينه. طبعا معانا مية سخنة هننزل على البصلة بتاعتنا، ونبدأ يا جماعة نقلب كل المكونات دي ببعضها. طبعا احنا غاسلين الرز وصفيناه من المية كويس. هنبدأ دلوقتي ننزل بالرز بتاعنا في المية، ودي التوابل يا جماعة نفس بهارات السمك اللي هنحطناها مع الملح. ونقلب يا جماعة، وأول ما الرز بتاعنا يبدأ يتشرب، طبعا احنا معلين النار، هنبدأ نوطي عليه النار ونسيبه يا جماعة يستوي مع نفسه كده. وده شكل الرز يا جماعة بعد ما طلع. ريحة الرز يا جماعة قلب الدنيا، وريحة جميلة جدا، واخد نفس بهارات السمك. طبعا رز مفلفل وكل رزاية لوحدها، حاجة كده حوار. يا ريت يا جماعة كلكم تجربوا الطريقة، هتعجبكم جدا. تكتبولنا في التعليقات ايه رأيكم في وصفتنا النهاردة. وده يا جماعة شكل السمك، صينية السمك السنجاري بتاعنا. بصراحة يا جماعة حاجة جميلة جدا. أنا كده هفتح محل سمك بإذن الله. ما شاء الله يا جماعة أكل البيت بيبقى موفر جدا واقتصادي، وكمان نضيف حاجة احنا عاملينها في بيتنا مضمونة ونضيفة، وكمان اقتصادية وموفرة. ده شكل السمك يا جماعة، بصراحة شكله جميل جدا، وأكيد إن شاء الله طعمه يبقى أجمل. يا ريت يا جماعة تكتبولنا في التعليقات انتوا حابين نصور لكم فين، أو في وصفة معينة انتوا حابين فيها نعملها لكم. يا ريت يا جماعة تتفاعلوا معانا في التعليقات شوية. أي حد يا جماعة اشترك في القناة بتاعتنا فده يعتبر جزء مننا، من عيلتنا الصغيرة اللي هتكبر بفضل دعمكم لينا. هنبدأ يا جماعة نغرف السمك بتاعنا كده. ما شاء الله يا جماعة السمك بصراحة ريحته جميلة، والتتبيلة البرتقال مع المستردة بصراحة يا جماعة عاملين شغل جامد.
يا جماعة معاكم لأجمل فقرة وأحسن فقرة في الفيديو بتاعنا النهاردة. يلا ندوق كده مع بعض ونجرب طريقة السمك دي بالطريقة الجميلة. أنا بصراحة من عشاق السمك يا جماعة، بحبه جدا. فيلا كده ندوق ونجرب ونقول رأينا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل الرز يا جماعة أهو، رز صيادية. بسم الله. وده السمك يا جماعة بتاعنا، التتبيلة واصلة في كل حتة فيه. بصراحة يا جماعة طعمه جميل جدا، وأنا بنصحكم كلكم تجربوه. لو وصلت معانا اللحظة دي في الفيديو يا ريت تصلي على النبي في التعليقات وتدوس لايك عشان يوصلك مننا كل جديد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.